ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. عيد كبير يعني الصبح طبق الفته المحترم المتين. هقول لكم على شويه تفاصيل ازاي نعمل فته بتاعت اجدادنا اللي ريحتها بتجيب اخر الشارع. يعني اي حد هيدخل البيت قبل ما يدوق الفته هيعرف ان انتوا عاملين فته خطيره من ريحه بس. يلا بينا بسرعه نبدا في الوصفه. اول حاجه هنجهزها هنا حله على النار، وهنجيب معلقتين من الزيت، وهنجيب بقى برطمان الزبده البلدي اللي لازم يكون مسيحين كده، برطمان محترم. هو ده اللي هيتعب معانا لاخر الفيديو وهيظبط لنا كل حاجه في الفته. هنجيب بقى كيلو من الرز نغسله كويس جدا ونصفيه، بعد كده ننزل بيه في الحله، وشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود. هو دي كل البهارات اللي احنا محتاجينها في الرز. لازم بقى نشوحه كده مع الزبده تشويحتين 3 علشان يكون مفلفل معانا كده ويكون بجد خطير. وهنجيب معلقتين من الشوربه، كبشتين من الشوربه، والباقي هنكملها ميه. لو انتوا عايزين شوربه بس تمام، لو عايزين تعملوا بالميه بس المتوفر عندكم ممكن تعملوا، ممكن تعملوا نص كده ونص كده. هنجيب برضو 3-4 معالق من الزبده و10 فصوص من الثوم المهروس، نديله بس كده ياخد لونه بس يصفر، مش عايزينه يحمر قوي. وهننزل بالخل، مش قادره اقول لكم بقى الريحه بص قلبت الدنيا. بعد كده هننزل بصلصه الطماطم وملح وفلفل اسود. هي دي كل البهارات برضك اللي احنا عايزينها على صلصه الفته، ما تزودوش بهارات ابدا زياده عن كده. هنجيب بقى طاستنا الحلوه كده على النار، برضك معلقتين كبار من الزبده البلدي. هنجيب عيش ابيض او اللي هو العيش الشامي، نقطعه كده مكعبات زي ما انتم شايفين، نديله بس كده تحميصه حلوه. بعد كده هنرفعه من على النار، وهنجيب معلقتين زبده تاني. هنعمل هنا بالعيش اللي هو البلدي عشان ليكوا هنا حريه الاختيار، ممكن تعملوا بالعيش الشامي اللي هو الابيض، او ممكن بالعيش البلدي اللي هو المصري. فانا عملت الاتنين عشان العيش الشامي ده يعني هنزين بيه الطبق. بعد بقى مريض في النار هنا هنجيب 3 فصوص من الثوم المهروس، وهننزل بيه على العيش. هو العيش اوريدي هنا سخن، وكمان الطاسه سخنه جدا، فهو هياخد تحميره كده مع العيش وهيمسك في العيش. مش قادره اقول لكم يا جماعه العيش هيبقى طعمه حلو قد ايه. هنجيب بقى الطبق اللي احنا هنقدم فيه، هننزل بيه بشويه عيش من اللي احنا حمصناه، وكمان معلقتين من الشوربه السخنه. والشوربه يا جماعه هنا كلنا بنعرف نسلق اللحمه، فانا ما جبتش اللحمه انا بسلقها. الشوربه طبعا نحط فيها ورق لوري، ونحط فيها حبهان وجزرايه وطماطمايه وبصلايه، هتاخدوا احلى شوربه في الدنيا. بصوا بقى يا جماعه الرز مفلفل جدا وبجد طعمه خطير. هنحطه بقى كده على العيش، ومش عايزين نسيب العيش كتير في الشوربه عشان ما يكونش معجن معانا، عايزين كده ماسك نفسه يكون فيه قرمشه كده بسيطه. هنجيب بقى هنا كده الصلصه سبكت معانا، زودتها معلقتين من الشوربه. يا سلام بقى، بصوا يا جماعه الدلع قلبي كده عشان العيال يكونوا مبسوطين. وكم قطعه من اللحمه، انا بحب احط كم قطعه على الفته من فوق، وبحب كمان اقدمها مع الشوربه. وبعد كده بقى العيش اللي هو الابيض اللي احنا حمصناه بحب برضو ازين بيه الطبق. مش قادره بقول لكم يعني شويه التفاصيل دي بتفرق قد ايه في الفته، اللي هي التومه اللي احنا حاطينها على العيش، وكمان الرز لما ظبطناه كده وشوحنا الرز برضو بيطلع مفلفل جدا. وحبه الثوم والخل اللي احنا حمرناهم في الاول مع الصلصه، مش قادره اقول لكم مجرد ما تحطوا الصلصه كده وشويه الخل الدنيا بتتقلب. مش قادره اقول لكم طبق الفته ده حلو قد ايه، جربوه وباي باي.